ازاي تعرف اصلا ان هو بيكذب عليك؟ انت بتساله سؤال. اول حاجه تخشب الجسم، ان هو الشخص الصريح هتلاقي ان هو بيحرك ايده وبيستخدم ايده عادي بالنسبه له، مفيش اي مشكله. لكن الشخص اللي بيكذب هتلاقي انه جسمه متخشب، خايف يعمل اي حركه عشان انت ما تكشفوش، هتلاقي طول الوقت كده خايف وبيتكلم بس ما بيحركش جسمه كتير. في حاجه تانية، ان هو هتلاقي ان انت لو سالته سؤال هيجاوب لك بتفاصيل انت ما طلبتهاش. يعني انت ممكن تساله مثلا، انا بسال شخص انت كنت فين، الاجابه الطبيعيه للشخص الصريح مثلا كنت في الكافيه مع اصحابي. الاجابه التانية بتاعت الشخص اللي بيكذب هيقول لك انا كنت في الكافيه مع اصحابي اللي هو كذا وكذا وكذا، الويتر كان لابس كذا، كنا قاعدين في المكان الفلاني اللي هو جنب الشباك اللي هو، فتفاصيل انت ما طلبتهاش اصلا. هنا هو بيسبق عشان خايف فبيحاول يحكي تفاصيل كتير، دي بتتحسب عليه اصلا. تكرار السؤال، يعني مثلا انت كنت فين، فيبدا مثلا يقول لي انا كنت فين، هقول لك هحكي لك انا كنت، ويقعد بقى يقول حاجات في الاول. هنا بيالف قصه، هو بيحاول الثواني الاولى دي بيكسبها في ان هو يالف قصه. في حركات في الايد مهمه جدا، هو حك الانف عامه ده معناها ان هو بيكذب. نبره الصوت، الشخص ده مش بيبقى عنده اكسجين كتير لان هو بيبلع ريقه كتير وهو بيكذب، فهتلاقي ان هو نبره صوته بقت رفيعه. ان انا اعمل كده مثلا، الرقبه بتبقى فيها نهايات عصبيه بتوضح توتري جدا. العين لو انا برمش كتير، هو الطبيعي ان الرمش بتاع البني ادم بيرمش مثلا من 15 ل 20 مره في الدقيقه. لو هو بيرمش كتير قوي يبقى هو بيكذب. وفي عكسها شويه، اللي هو في مثلا يقولك ايه، الشخص اللي بيكذب ما بيبصش في عين اللي قدامه، لا بالعكس، هو الشخص اللي بيكذب وذكي هو بيبص في عينه كويس جدا عشان يحاول يطلع من عيونه هو مصدقه ولا لا، ودي اسمها نظرة الاستحقاق. فبفضل بقى مركزة في عينك، ايه ده هو كده، بشوف الدنيا. اللي هي حاجز على الفم، العقل الباطن لما انت بتيجي تكذب بيدي اشارة ان لا ما تقولش الكلام ده، انت كده هتفضحنا. في حركة لا إرادية بيدي اشارة للايد ان انت تعمل كده. لو انا بصيت فوق ناحية اليسار، الفص اليسار من المخ ده كده، يبقى أنا صادقة، أنا كده بفكر في ذكرى أو بفكر في ذكريات فبقولها، فبفكر فيها قبل ما أقولها بتخيلها. لو أنا بصيت فوق ناحية اليمين يبقى أنا بكذب، لأن أنا هنا بألف أو بقول حاجة هي مش حقيقية.